السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ويا مساء الفل عليكم. أنا محمد جاسر، وده صياح مختلف وجديد من نوعه، صياح ليفربولي وصياح أهلاوي. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حصاد الدوريات. وطول فيها قوي بس ما بتعرفش قوي ليه يا معلم؟ هتخلص من الكوره بسرعه، ما انت ممكن تروح مرتده وننجز. هو جربه. ما هياش الدبه البنطه. انت هنا وصلت كاس عالم وانت بتعادل مع وانت كسبان الكونغو 2-1 اللي هي اصلا يعني. انا والله ما كنت ناوي اتكلم بصراحة في المحل يعني، ولكن النادي الاهلي بيتعادل قدام بتروجيت بنتيجة 1-1. بصراحة الماتش ده يعني استفزني جدا، استفزني موت يعني، لدرجة ان انا محتاج اتكلم في شوية حاجات. محتاج اتكلم على المنظومة الدفاعية بتاعت الاهلي اللي خربانة. محتاج اتكلم شوية على كذا لاعب في الاهلي. محتاج اتكلم على المدرب الجديد اللي لسه عايز وقت، اللي لسه الناس تهدى عليه شوية، اللي احنا خليني بس ايه ما احرقش الكلام واقوله ايه وانا بتكلم على الاهلي. وعايز اتكلم على الكارثة الكبيرة اللي اسمها ليفربول والاقرع المتخلف اللي اسمه ارن سلوت، اللي انا بقى ايه هشرشح له النهارده. انا كويس قوي كويس قوي ان انا ما طلعتش بعد الماتش امبارح، لان انا لو طلعت بعد الماتش امبارح كانت القناه دي هتتقفل وهيبعت لي بقى فاكسات بقى من ليفربول بقضايا بقى وقضايا سب وقذف وكده يعني. لان انا امبارح انا فقدت اعصابي وفضلت ادشمل في الحاجه في البيت. وكويس قوي ان انا ما طلعتش واتكلمت، عشان كنت ايه الادبي قلت انام واصحى وبعد كده بنزل الفيديو بكره بقى ايه على رواقه كده وانا بحكي في الفرقتين. فده موسم الفيديو، متنساش لايك سبسكرايب وتشير الفيديو وتعمل تفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات اول باول. ويلا بينا نخش على الكارثه الكبيره. طبعا انا بناء على رغبتكم رجعت الصياح تاني على اليوتيوب. انا كنت منزل فوت على اليوتيوب وكان جاي لي ان انا اخلي ارجع الصياح تاني على اليوتيوب، فانا ايه يعني هرجعه تاني على اليوتيوب. طيب خلينا انا مش عارف ابتدي مين بصراحه. ابتدي فريق الطفوله النادي الاهلي ولا ابتدي بالكارثه الاكبر؟ اعتقد كارثه ليفربول اكبر بكتير من كارثه الاهلي. يعني الاهلي في المركز التاني لسه في الدوري، الاهلي عنده عيوب عنده مشاكل سهله حلها، لكن ليفربول انا بصراحه مش عارف احنا حلنا فين. خلينا نبدا بالسهل، خلينا نبدا ايه بالاهلي. انا مش هيبقى عندي كلام كتير قوي على الاهلي، هيبقى عندي كلام بسيط كده في ايه في شويه نقط على الاهلي. طيب الاهلي بدا المباراه الشوط الثاني، يعني الاهلي ضيع 45 دقيقه من المباراه وبدا ولعب 45 دقيقه بس ولعبها حلو جدا. ايه بقى الفرق اللي حصل عشان الاهلي يلعب 45 دقيقه تانية كويسه؟ هو انك خرجت طاهر ونزلت جراديشار. انا بقى عايز افهم دماغ المدرب يس تروب ده. إيه اللي شافه من طاهر في التمرين ابهره فشخ لدرجه ان هو خلاه يبدا اساسي؟ يعني هل هو مثلا عمل بايسكل كيك مثلا فانت قلت اوف الواد ده لازم يلعب ماتش بتروجيت عشان بص هيخش يدشمل؟ ما اعتقدش ان هو عمل كده. هل عمل ثرو باس خيالي نزل سقط بقى وراح عامل مش عارف ايه برضه ما اعتقدش. ليه ما اعتقدش؟ انا مش بنجم، ما اعتقدش عشان احنا ما شفناش اي حاجه منه في الماتش. ما شفناش اي حاجه منه في الماتش، لا استلام لا باصه لا شوطه لا ثرو باس لا بايسكل كيك لا اي حاجه، لا والف لا. فانا مش فاهم انت شفت منه ايه ابهرك فانت قلت الواد ده لازم يبدا اساسي على حساب جراديشار. جراديشار ده مظلوم يا جدعان، اقسم بالله في الاهلي مظلوم بجد. الناس تقول لي ضيع انفراد امبارح او ضيع انفراد بس جاب جون، بس كان مؤثر، بس راح ضيع مش مشكله. مع ان هو في الاخر هو اتصرف فيها صح. ده القفشه اللي عمل اغرب تصرف في الكون بدل ما يشوط راح عمل عرضيه ايه؟ الجون فاضي، قفشه بيلعب كرة جار عليها الزمن ماتت الكرة اللي لعبها قفشه دي، توفت خلاص اساسا، توفت في 2020. قفشه لسه عايش في 2020، مش هيقوم مش هيرجع مش هيجي. واي حد مدرب يجي يعتمد عليه هو مدرب متخلف.
حرام، هو مفيش اساس، هو مش قادر يقدم لك حاجه جديده، هو مش قادر يقدم لك حاجه جديده. سلم واستلم وقعد يعمل هو ده قفشه في الماتش، هو ده قفشه في الدقايق اللي بينزلها. حرام حرام حرام. انا كنت اتشل امبارح، بص ان كان حظنا سيء يعني، بس برضو احنا ضيعنا 45 دقيقه بنهبل. ايه الدفاع ده؟ ايه الدفاع ده بجد والله؟ ايه ياسين مرعي ده؟ ياسر ابراهيم ده؟ ايه التغطيه دي؟ ايه الشناوي ده؟ ايه يا جماعه؟ ايه الفشل ده؟ ايه السوء ده؟ سوء دفاعي، سوء. مفيش حد بيعمل اي حاجه صح. يا ريتهم بيدافعوا صح ومثلا بيلعبوا كور طويله لقدام حلوه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص. بتروجيت تروح علينا بكام كوره النهارده، كان مش ممكن. ده كان في كوره هيكسبوا فيها اقسم بالله في اخر كام دقيقه دي. لا لا لا، سوء دفاع مش طبيعي، ورعونه هجوميه. في كام لاعب في الهجوم محتاج اتكلم عليهم. يا زيزو، يا زيزو ده، ما زيزو ما بيقدمش اي اضافه خالص، اي اضافه مفيش اي اضافه من زيزو. بيجري بس، بيجري بس. طب وبعدين عرضيات وكل الركنيات، احنا شايلين ركنيات، مش طبعا احنا شايلين فوق ال 12 13 ركنيه، 12 13 ركنيه. انا اجيب لكم الاحصائيات دلوقتي. احنا امبارح شايلين 23 شوطه، 5 منهم على الجون، وجاي لنا 15 ركنيه. 15 ركنيه، مفيش ولا واحده فيهم خطر. 15 ركنيه. كل شويه زيزو يروح ويشوط يلعب ركنيه ولا اي حاجه. يعني احنا كنا بنقول عرضيات زيزو مش عارف ايه وبتاع، ولا اي حاجه. مفيش اي اضافه من زيزو خالص خالص. وبن شرقي خنيق، خنيق مش ممكن. كل كوره عايز يرقص. لا يا معلم مش ممكن. يعني انت ايه ميسي؟ كل كوره بيمسكها عايز يعدي، باص يلعب في. وفي واحده اقسم بالله كنت مش قادر. في واحده كان جايه على ناحيه اليمين، وقاعد برضه باص يلعب عمال برضه تك 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 تك. يلا يا عم اخلص اخلص. انت عايز ترقص الفرقه كلها يعني؟ مش شرقي السبب، ولا زيزو السبب، ولا اي حد من دول السبب. احنا برضه ستيل ضيعنا كتير، وكان حظنا وحش، والحارس تألق. عمر صلاح شال كتير قوي. بس دي رعونه، في كور فيها رعونه. في لعيبه مش عامله اللي عليها. في تريزيجيه مختفي. كان كويس امبارح يعني، هو كان احسن الناس اللي موجوده، بس برضه مختفي. عمل كام واحده حلوه، بس برضه مش ده تريزيجيه، مش ده زيزو، مش ده بن شرقي. عندنا ماتش صعب قدام المصري، المصري مركز ثالث، والمصري قريب مننا. كسب الماتش ده احنا كده هنخش في موال، وعندنا بعد كده سوبر. فاهم بس الناس، انا بس عايز الناس تلوم المدرب تفوق شويه بس معانا وتفوق. المدرب شغلته انه يوصل اللعيبه للجون، ما بعد كده دي شغلانه اللعيبه. اللعيبه بقى هي اللي بقى المفروض تفنش. هو مش هيقول جراديشار ما تحطهاش في الجون، مش هيقول قفشه اصل اعملها عرضيه، مش هيقول زيزو طب زيد يا زيزو، طب رقص يا زيزو. هيعمل ايه هو يعني؟ مش هيقول الشناوي ما تطلعش من الجون. الكره اللي يعملها بقى محمود بكر، يعني كابتن محمود بكر قالها له من زمان، وهو برضه لسه بيطلع. مش هيقول ياسين مرعي خلي بالك، مش هيقول ياسر ابراهيم خلي بالك. انا وصلتك للجون، خلص بقى انت شغلانتك تخلص. احنا يعني انا ده اللي بيعصبني. صفحات الاهلي اللذيذه، مدرب بستايل اوروبي. يا راجل فعلا البدله، او البدله مش تقول لي ريبيرو اللي كان بيلبس تريننج. انا يعني انا سبب كرهي في الاهلي الصفحات دي. دي سبب كرهي للاهلي الصفحات دي. انا مش عايز اقول اسامي بس انتوا عارفينها. الصفحات دي سبب كرهي للاهلي. وبعد كده بعد الماتش يطلع يقول لك طب ده على الله حكايتك. طب ده مو على الله حكايته. امال الستايل الاوروبي هو ستايل بتاع ايه بس؟ اي كلام، بنقول اي كلام. احنا لسه الراجل بيشتغل، لسه الراجل بيعمل شغله. طبيعي هيغلط، وتطلع تلومه مفيش مشاكل، بس انت اصلا قفاق. ده الاكس جي 2.74. الاكس جي
تقول لي مدرب ايه يا عم؟ مدرب ايه ده الاكس جي بتاع بتاع بتروجيت 0.5 وانت 2.74 1 النتيجه. مدرب ايه اللي انت بتكلمني فيه؟ مدرب ايه؟ لا اطلع بقى هاجم زيزو شويه، اطلع هاجم زيزو ما تبقاش جبان، اطلع هاجم بن شرقي ما تبقاش جبان، اطلع هاجم تريزيجيه ما تبقاش جبان. استمساكي في المدرب، ايه العبط ده؟ مش عارف اثبت الفقره دي بصراحه على بتاعت الاهلي ولا لا، بس يعني في الكوارث هتلاقيني موجود دايما على طول ان شاء الله. يعني في يعني انا بفكر في حاجه كده قبل السوبر هعملها ان شاء الله، ايه باخد رايكم فيها على يوتيوب وعلى فيسبوك كده وبقول لي رايكم فيها. خلينا بقى نخش على الكارثه التانية. طيب خلصنا الفشل المحلي، خش بقى على الفشل الاوروبي. الفشل الاوروبي تعالى لي بقى، بص شايله محمل، انا شايله محمل. انا اول ما صحيت من النوم لقيت ارني سلوت كاتب ان احنا لازم نتكاتف ولازم نقف مع بعض و... احنا خسرنا ماتشات كتير والاداء ما كانش حلو، وخسارة برينتفورد دي اسوأ خسارة وكريستال بالاس غلبونا كتير السيزون ده واحنا عايزين نرد الطار. فيا مرحب بجلازنر ويا مرحب بكريستال بالاس في الانفيلد، عايزين نتكاتف وايا كان ال11 اللي هيلعبوا الماتش ده هفضل لازم نبقى في ظهرهم ولازم نساندهم. اتبسطت قوي بالكلام ده، اتخدعت بالكلام ده وقلت شكله جاهز، شكله هيبدأ بال11 الأساسيين وهنغب على كريستال بالاس، هنغب عليهم. جه الساعة 9 10 إلا ربع ونزلت التشكيلة. أجارك الله على أنا ماذا فعلت. الحمد لله إن مفيش حد كان قاعد جنبي على اللي أنا عملته لما شفت التشكيل. إيه ده بقى؟ ده إيه ده؟ ده إيه؟ أنا مش فاهم ليه التشكيلة دي على اساس ان احنا بالاساسي كنا بناخد كريستال بالاس غسيل ومكوى 6-7-0 كده كل ما نقابلهم، مش كل ما نقابلهم يقلعونا، لا. فنبدا احنا بالاحتياطي. يا خدع، يا خدع انت يا مكار، يا مكار يا خطير انت يا سلوت يا لعبي. انا كنت عادي لما كنا مع يورجن كلوب، كنت عادي ايه الكربات اساسا عادي طز يعني. ايه هنريح اللعيبه ونطلع من البطوله؟ اصل احنا بننافس على الدوري، اصل احنا بننافس على الدوري، اصل احنا بننافس على دوري الابطال. عادي، كهرباء مش بطوله، مش عادي. لما كنا بناخد البطوله دي كنا بنقول ايه موسم ما فيهوش غير البطوله دي، الحمد لله نوصل الفاينل ناخد البطوله من تشيلسي وتعشت. بس هو ده كان السيناريو مع يورجن كلوب يعني. احنا نبقى عارفين ان هي اخرتها البطوله دي. لما كنا بنخرج منها، لما خرجنا منها كنا رايحين نلعب كاس عالم الانديه، خرجنا ولعبنا بالاساس بنلعب بالاحتياطي قدام ليستر وخرجنا من البطوله. ماشي، ده اتفهم جدا ان احنا بنلعب بالاحتياطي، اتفهم جدا نلعب بالاحتياطي. احنا بننافس سيتي على الدوري، سيتي سيتي جوارديولا في عزه من نفسه على الدوري. ريح يا عم واخرج من كهرباء ومش فارقه يعني عادي. بس انا نفسي على الدوري، بس انا نفسي على دوري ابطال. اصل انا خدت دوري ابطال في السيزون ده، ما خرجت من الكهرباء عادي طز يعني مفيش مشاكل، فاهمني. لكن انا لما ما نافسش على الدوري وما نافسش على دوري الابطال واقدم اداء زفت وفي امس الحاجه للفوز وفي امس الحاجه ان انا اكمل في البطوله دي، اروح بادئ بالتشكيله دي. طب بص خليني اجي معاك، ابدا بالتشكيله دي، انا ما عنديش اي مشاكل. بس خلي لي لعيب في الدكه، خليه صلاح في الدكه، خلي كتيكي في الدكه، خلي سوبوسلاي في الدكه، خلي شويه لعيبه تعرف تعمل الفرق لو احنا مش كويسين. خلي جاكبو على الدكه، فان دايك، اي حاجه، اي لعيبه تسند في الدكه، مش الدكه كلها اطافل، الدكه كلها اطافل الاكاديميه. عيب عليك، عيب عليك اقسم بالله. انا يعني هتقول لي هتطلع بقى تقول اصل انا كنت بريحهم عشان الدوري. يا راجل
يا راجل يعني ده على اساس انت تخش بقى ترقع استون فيلا 9. طب على الله، على الله يا سلوت، على الله نخسر قدام استون فيلا ولا نتعادل ولا نقدم اداء سيء حتى. اي تعثر قدام استون فيلا باي نتيجه، وحتى لو اداء وحش، حتى لو كسبنا وادائنا وحش، يبقى انت تاخد شنطتك وتمشي. ما تكملش تقول حاجه لي كام ماتش الريال ولا ماتش سيتي. يمشي خلاص. انت مدرب كذاب وكلب. اي تهاون قدام استون فيلا يبقى انت كنت بتهزر، يبقى انت خرجتنا بالبطوله قصد، خرجتنا من الكهرباء قصد قدام كريستال بالاس لما نتهزق في الانفيلد وخسرنا 3-0 والانفيلد هيبته بتضيع على ايد ارن سلوت. خلاص الفرقه بقتش هيبه. ايه الانفيلد ده عن ابو اللي جابه عادي. ايه الانفيلد ده؟ طز في الانفيلد عادي يعني. نروح نكسب هناك 3 و4 و6 كمان عادي. ريال مدريد تيجي دايما علينا حفله في الانفيلد، حفله. ما بين لو ما طلعش هداف ريال مدريد التاريخي في الماتش ده يبقى بيهزر. دمرت الهيبه، دمرتها. الفرقه بقى مستجرأة عليك قوي عادي. بس اسماعيل ياسر ما بيحتفلش يا راجل. المعفن اسماعيل ياسر ده اللي محدش يعرفه غير علينا ما بيحتفلش لما بيجيب اجوان. ايه ليفربول دي؟ ما بيجيب فيها اجوان كل يوم حرفيا، ما بيجيب فيها اجوان كل يوم بجد. حقك يا برنس، انت بتجيب فيها اجوان كل يوم فعلا. ليه يعني؟ ليه يعني تحتفل انت بتجيب جون في شويه عيال؟ تحبوا اضحكوا بقى؟ تضحكوا. احنا من 27 سبتمبر احنا اكتر فريق خسران ماتشات في الدوريات الخمسه الكبرى. شايفين الخيبه؟ شايفين الويبه؟ دي الخيبه والويبه. اي حد مش عارف الخيبه والويبه يتفرج على ليفربول على طول. هضحكوا اكتر بقى. الباشا بقى طلع يقول ايه بعد الماتش؟ باش طلع يقول ايه؟ رأيت تشكيلة مانشستر سيتي. بيب جوارديولا لم يشرك اي لاعب كان اساسي قبل ايام، ولكن تشكيلتهم اليوم هي الافضل. يا راجل بجد؟ يعني مش عشان هو بادئ بمرموش ولاعيبه وشرقي واللعيبه دي اللي هي لعيبه جامده اصلا. هذا يمنحك فكره عامه لديهم. اليوم تشيلسي كان لديه استيفاء في ارض الملعب، بينما نحن اليوم قمنا بانهاء المباراه ب6 مراهقين. يا راجل انت بتلوم مين؟ ما انت المدير الفني، انت بتلوم مين؟ انا استوعب الكلام ده لما جيمي كاراجر هو اللي يطلع يقول، لما حد من المحللين يطلع يقول، مش انت اللي تطلع تقول. هو اللي بينهي الماتش في 6 مراهقين المدرب المدير الفني. لما انت تبقى حاطط لي علم الاكاديميه على الدكه، ما لا نزل فيرتس، حط فيرتس على الدكه، حط صلاح على الدكه، حط جاكبو على الدكه، حط اكتيكا على الدكه. لكن حاطط لي عيال. ما انت ما طبيعي انت تغلب 2-0 هتنزل مين؟ هضحكوا تاني. نالو اللي خد طرد النهارده لعب ماتشين اساسيين مع ليفربول مع الفريق الاساسي. اتطرد الماتشين النهارده امبارح قصدي، واتطرد قدام بي اس في ايندهوفن. خرب فريق زفت. فسلوت الماتش الجاي هو بالنسبه لي ماتش الحسم، القشه اللي هتقطم ظهر البعير. الماتش الجاي ده، لان احنا لو تهاونا في الماتش الجاي ده وبجد ولقيت اي تهاون من سلوت او اللعيبه في الماتش ده، يبقى احنا بنهزر، بالذات من سلوت. انت مريح لي اللعيبه دي بصفه انك هتكسب ماتش استون فيلا ده 7-6 وتقدم احلى اداء في الدنيا. لكن نبقى هنخرج بقى من الكهرباء عشان انت مريح اللعيبه عشان ماتش استون فيلا، ونخش ماتش استون فيلا نخسر ولا نقدم اداء سيء ولا نتعثر ولا نتعادل ولا اي زفت. يبقى انت لا تفقه شيء تدريب، تاخد شنطتك يا بابا وتمشي وتشوف لك اي نادي خراره تروح تدرب فيه. عايز بس الوم برضو على اللعيبه. كيركز ده انا مش هتشوفه في الملعب تاني خلاص. اقسم بالله انا لو شفت في الملعب تاني همسك حاجه واروح مداش من التلفزيون، عشان رؤيته بقت تشعرني بالغثيان. وجوميز باشا مستر اسيست اللي بيدي لعيبه كريستا بالاس اسيستات عشان هم يعني مش عارفين يجيبوا جوان، يديهم شويه اسيستات. ايه يعني؟ ماكاليستر
انت بقى يا بابا ارجع بقى بوكا جونيورز، ولا شوف هتعمل ايه، روح بقى اعبد عمك ميسي، ولا شوف هتنيل ايه، وبعيدا بقى عن الفرقه انت تتكل على الله. انتوا عارفين حاجه؟ اللعيب الوحيد اللي كنت ممكن استسمح عادي في ان هو يرتاح ويطلع ورا الماتش خلاص اقصد بوسلاي، اكتر لاعب لعب ماتشات في السيزون، اكتر واحد لعب ماتشات مع ليفربول وكل ماتش اساسي، ده اكتر لعيب كان يريح. اي لعيب من اللعيبه التانيه ما كانش لها الحق انها تريح. لعيبه عجبتني امبارح كالفين رامزي، ده لعيب كويس محتاج ياخد شويه وقت. وودمن حارس كويس محتاج ياخد شويه وقت. الحمد لله مش مشكله، خرجنا من البطوله. محروق دمي طبعا، كان في كلام كتير جدا لو كنت طلعت امبارح كنت هقوله، بس الحمد لله ان انا خلصتها على كده. فالماتش الجاي هي نهاية آه التعاقد بيني وبين ارني سلوت، لو في حالة ان احنا خسرنا او اتعثرنا او اي حاجة. وبس كده هو ده اقدر اقول على ماتش الاهلي وليفربول. يعني اتمنى ان الفرقتين يتحسنوا، اتمنى ان الاهلي يتحسن، اتمنى ان ليفربول يتحسن، اتمنى ان اطلع يوم الاحد ولا الاثنين اتكلم واقول الحمد لله ليفربول كسب والاهلي كسب. اتمنى من كل قلبي. بس يا رب تكونوا استمتعتوا، متنسوش اللايك سبسكرايب شير وتفعلوا جرس التنبيهات. يلا، السلام عليكم.